بكل جزء من هذا الكون. وقوله إن في ذلك لآيات لعلامات ودلائل على قدرة الله تعالى ورحمته وحكمته وهي موجبات عبادته وتوحيده فيها. وقوله لكل صبار شكور أي فيها عبر لكل عبد صبور على الطاعات، صبور عن المعاصي، صبور عما تجري به الأقدار، شكور لنعم الله تعالى جليلها وصغيرها. أما غير الصبور الشكور فإنه لا يجد فيها عبرة ولا عبر. قوله تعالى لكل صبار شكور فيها عبر لكل عبد صبور على الطاعات، صبور على المعاصي، صبور عما تجري به الأقدار، شكور لنعم الله تعالى جليلها وصغيرها. أما غير الصبور للشكور فإنه لا يجد فيها عبرة ولا عبر. وقوله تعالى وإذا غشي الموج كالظلل أي إذا غشي المشركين موج وهم على ظهر السفينة فخافوا دعوا الله تعالى مخلصين له الدين، دعوا الله وحده ولم يذكروا آلهتهم، فلما نجاهم بفضله إلى البر فلم يغرقوا، فمنهم مقتصد في إيمانه وكفره لا يبالي في كفره ولا يعلن عن إيمانه. وقوله وما يجحد بآياتنا القرآنية والكونية وهي مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لألوهيته إلا كل ختار أي كل غدار بالعهود كفور للنعم لا خير فيه البتة والعياذ بالله تعالى من أهل الغدر والكفر. هداية الآيات. أولا من هداية الآيات تقرير التوحيد وإقرار الشرك بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته وحكمته. تقرير التوحيد وإبطال الشرك بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته وحكمته. تقرير التوحيد وإبطال الشرك بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته وحكمته. ثانيا فضيلة الصبر والشكر والجمع بينهما خير من افتراقهما. فضيلة الصبر والشكر والجمع بينهما خير من افتراقهما. ثالثا بيان أن المشركين أيام نزول القرآن كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء. بيان أن المشركين أيام نزول القرآن كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء. رابعا شر الناس الختار أي الغدار الكفور. شر الناس الختار أي الغدار الكفور. وأخيرا ذم الختر وهو أسوأ الغدر وذم الكفر بالنعم الإلهية. ذم الخطر وهو أسوأ الغدر وذم الكفر بالنعم الإلهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل
مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والآن مع كتاب المكتبة المسلم ألا فاسمعوا واعملوا وأميانا. يقول شيخنا غفر الله لنا وله وشفعنا وإياه وجميع المسلمين وجمعنا وإياه في جنات النعيم. قال في كتابه كتاب المسجد وبيت المسلم، ومع قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الشرح: قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، أي قالت الأعراب بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا هذا بألسنتهم ولم تؤمن به قلوبهم. وهؤلاء الأعراب كانوا من بني أسد خاصة، إذ أعراب أسلم وغفار وجهينة ومزينة قد آمنوا حقا وصدقا. والذي حملهم على هذا القول أن جدبا قد أصاب بلادهم، فجاءوا يطلبون العون المادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوا أنهم مؤمنون رجاء أن يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا طعاما أو غيره. وقوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إنكم لم تؤمنوا بعد ولكن قولوا أسلمنا، أي أذعنا للإسلام. يرحمك الله. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إنكم لم تؤمنوا بعد ولكن قولوا أسلمنا، أي أذعنا للإسلام أذعنا لقبوله. يرحمك الله. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إنكم لم تؤمنوا بعد ولكن قولوا أسلمنا، أي أذعنا للإسلام وانقدنا لقبوله، وهو ظاهر الإسلام لا غير. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا إخبار منه عز وجل بأن الإيمان لم يدخل قلوب
سيدخل، لأن منفي لما متوقع الوقوع بخلاف منفي لم. وفعلا قد دخل الإيمان في قلوبهم، وفعلا قد دخل الإيمان في قلوبهم وأصبحوا مؤمنين حقا وصدقا. وقوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم الصالحة التي كانت بطاعتكم لله ورسوله شيئا، بل يجزيكم بها، وكيف لا، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. إرشادات للمربي. أيها المربي، إليك هذه الإرشادات. أولا، اقرأ الآية قراءة مجودة والمستمعون يتابعونك فيها سرا حتى تحفظ. ثانيا، أيها المربي، اقرأ الشرح جملة مبينا الخفي مظهرا المعنى لكل جملة حتى يفهمه المستمعون. ثالثا، أيها المربي، علمهم أن الإيمان من أعمال القلوب الباطنة، وأن الإسلام من الأعمال الجوارح الظاهرة، لكن من آمن حق الإيمان دخل في الإسلام وصح إسلامه وإيمانه، ومن دخل في الإسلام بلا إيمان فهو منافق من الكفار أهل النار والعياذ بالله. ذكرهم أن الإيمان من أعمال القلوب الباطنة، وأن الإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة، لكن من آمن حق الإيمان دخل في الإسلام وصح إسلامه وإيمانه، ومن دخل في الإسلام بلا إيمان فهو منافق من الكفار أهل النار والعياذ بالله تعالى، من النار وأهلها. رابعا، أيها المربي، علمهم أن كل من أسلم وصح إسلامه فهو مؤمن، وكل من قبل ونافق فإن الله تعالى لا يضيع أجر طاعته لله ورسوله بعد صحة إسلامه، لأن الله تعالى غفور لذنوب عباده رحيم بالمؤمنين المطيعين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم انفعنا بما تعلمنا واجعلنا الله من الراشدين ولا اللهم يا ولي المؤمنين يا مشاور الخالق